كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وهنكمل النهاردة في موضوع مهم جدا جدا عن مشاكل الأسنان في الصيام. احنا اتكلمنا ازاي نهتم بنظافة الأسنان والفم واحنا صايمين وفي الفطار. طيب احنا هنتكلم انه لو تعرضنا لمشكلة او لألم شديد في الأسنان نعمل ايه ونتصرف ازاي. جالنا حتى سؤال من احد المتابعين انه حست بألم شديد جدا في اثناء الصيام واضطرت تفطر وخدت مسكن. بصوا يا جماعه، التهابات الاسنان واللثه الاساسي اللي بيخلينا لا يحتمل بيبقى التهاب العصب. وعندنا نوعين من التهاب العصب، يا اما التهاب نتيجه مثلا حراره مفاجاه حصل او حساسيه شديده. ممكن في الحالات دي العصب يرجع تاني يبقى الانسجه بتاعته كويسه وبيبقى زي رد فعل كده وقائي او حمايه من العصب. في عندنا نوع تاني من التهاب العصب وده بيبقى التهاب عصب حاد وما بيروحش الألم لا بمسكن وبيكون الألم شديد جدا، ولو خدنا المسكنات العادية ما بيروحش. نتصرف ازاي واحنا صايمين لو حصل لنا كده؟ بصوا يا جماعة، أول حاجة لو الالتهاب مثلا شديد ومش قادر استحمل الوجع ممكن نلجأ لو احنا ما عندناش مشاكل صحية ان احنا ناخد يعني حقنة مسكنة. الحقنة المسكنة مش هتفطر وفي نفس الوقت هتسكن الألم لحين بعد الفطار لو احنا مش عايزين يعني ناخد أي مسكنات عن طريق الفم. فممكن ناخد حقنة مسكنة لحد ما نروح للدكتور. في بعض الحالات ان حتى المسكن مش هيجيب نتيجة، ولو الحالة اخدت مضاد حيوي برضو مش هيجيب نتيجة، فوقتها بيبقى لازم دكتور الاسنان يدخل ويفتح على العصب ده وينظفه. وقتها يبدأ المريض يرتاح ويحس براحة، وبنكمل كورس المضاد الحيوي مع تنظيف السن. فلو انت اثناء الصيام حسيت يعني بألم شديد جدا ما انتش قادر تستحمل ممكن ناخد حقنة مسكنة، وعلى حسب الحالة الصحية لو مفيش اي مشاكل صحية تانية ناخد اي حقنة من الحقن المسكنة هتكون مفيدة جدا الى حد ما. ممكن نعمل لو في ورم او في التهاب شديد نعمل كمادات مية باردة لمدة 20 دقيقة على الخد من بره. ده بتقلل تدفق الدم اللي رايح للمكان وبتقلل الألم. يبقى كمادات مية باردة على الخد من الخارج لو في ألم شديد واحنا برضو مش عايزين ان احنا نفطر. في عندنا بعض الحاجات الناس بتعملها ويعني ان هي ما تستكملش كورس المضاد الحيوي ده بيرجع الالتهاب تاني بتاع الاسنان. في بعض الناس متخيله ان هي لما تطحن المسكن وتحطه على السنه نفسها انه كده هيجيب نتيجه. العاده دي غلط جدا وبتزود مشاكل الاسنان. يبقى ما ينفعش نطحن المسكن، ما ينفعش ما نكملش كورس المضاد الحيوي. اهتموا باسنانكم، بالعكس غسيل الاسنان في الوقت ده ممكن يريح الدنيا شويه. يعني الفطار لو احنا عندنا ناخد المسكن بعد نص ساعه من الفطار. بلاش يا جماعه ناخد مسكن على معده فاضيه اول ما نفطر. نكمل كورس المضاد الحيوي لو احنا بدانا كورس مضاد حيوي. التهاب العصب الشديد ده المسكنات والمضاد الحيوي ما بيجيبش معاه نتيجه فعاله قوي، ولكن النتيجه الفعاله بتبدا لما دكتور الاسنان يبدا ينظف العصب. يعني الحالات دي انك تروح للدكتور ويبدا ينظف العصب دي اكتر حاجه ممكن تريحك، وبعدين نكمل بقى المسكن او المضاد الحيوي. حاجه جيده كده ان شاء الله. سلام عليكم.